السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، واعلموا أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وأن أول منازل الآخرة القبر، فهو باب لا بد أن يدخله كل إنسان. فمن أصلح ما بينه وبين ربه جعل الله قبره روضة من رياض الجنة، ومن أضاع وتجبر وتكبر صار قبره حفرة من حفر النار. عباد الله، إن عذاب القبر حق ثابت جاءت به النصوص في الكتاب والسنة. قال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا عذاب قبل يوم القيامة في البرزخ، فدل ذلك على أن العذاب في القبر حق لا مرية فيه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شيء لولا أنه حق وحقيقة. فيا أيها المؤمنون عباد الله، إن القبر أول منزل بعد الموت، فإن كان العبد صالحا وافقته ملائكة ثلاثة: ملك يثبته، وملك يبشره، وملك يؤمنه، فيفتح له باب إلى الجنة
فيرى مقعده في قرب ونعيم. أما إذا كان العبد معرضا عن الطاعة غارقا في المعاصي أقبلت ملائكة العذاب بوجوه مظلمة وصوت مفزع فيضيق عليه قبره حتى تختلف ضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من العذاب فيزداد غما إلى غم. يا أهل التقوى اعلموا أن أعظم أسباب عذاب القبر إضاعة الصلاة وأكل الربا والنميمة والغيبة وعقوق الوالدين وظلم العباد والتكبر والبعد عن طاعة الله ورسوله. فهذه ذنوب تظلم القلب وتقسي الفؤاد وتكون سببا لعذاب يبعد العبد عن الراحة والسعادة في دار البرزخ. واعلموا عباد الله أن أهل الصلاح لهم في قبورهم بشرى ونعيم وسعة وروضات من نور يجري فيها ريح الجنة ويأتيهم عملهم الصالح في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول أنا عملك الصالح فيفرحون فرحا عظيما. أيها الإخوة لا يغرنكم طول الأمد ولا تلهينكم الدنيا فإن القبر ينتظر كل نفس وإن الموت أقرب إلينا من شراك نعلنا فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا وأصلحوا ما بقي من أعمالكم فإن الراحل إلى الله يبحث عن الزاد ولا زاد إلا بتقوى الله. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعل قبورنا روضات من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم نور قلوبنا ووسعها وثبتنا عند السؤال وارزقنا حسن الخاتمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو السميع العليم مجيب الدعوات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.